نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حفلا فنيا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، وقد تضمن هذا الحفل تكريم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في مختلف الوسائل الوطنية. أن مشهدنا الإعلامي في أشد ما تكون الحاجة إلى لحظات الفرح والاحتفاء في ظل واقع سائد لا يمكن هذا المشهد بصفة عامة من مثل هذه اللحظات. ننتهزها فرصة لنكرم ثلة من الزملاء المهنيين الذين أفنوا زهرات أعمارهم في هذه المهنة المتعبة والمضنية، وخرجوا منها كما دخلوها أو بأقل مما دخلوها بعدما أكلت منهم صروف الزمن أجزاء من أجسادهم وصحتهم وسلامتهم. 94 900 وألف عين رئيسا لمصلحة الإنتاج العربي بالإذاعة. في الميدان كاتبني في هندسة الصوت سنة 1976. انتخب كذلك رئيسا لجمعية مهندسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية سنة 2015. كما شارك في إحياء هذا الحفل عدة من الفنانين البارزين، بينهم فاطمة الزهراء العروسي، مراد البريقي وغيرهم. السلام عليكم. أنا سعيد جدا بهذا الحفل، هو اعتراف بالصحفي، أولا صحفي خصوصا صحفي المغربي والصحافة العالمية طبعا والصحافة النزيهة خصوصا. فأنا سعيد جدا بهذا الحضور ديالي، وكنتمنى إن شاء الله مزيد من تألق الصحافة الوطنية إن شاء الله، والمزيد ان شاء الله من نجاحات ديال الصحافه الوطنيه. وانا فرحان بزاف، وخير دليل هو هذا الحضور ديالي، وتبارك الله الجمهور التفاعل ديالو. فانا فرحان بزاف، وان شاء الله كنتمنى هاد الحفلات تتكرر، لانها كتعطي واحد الدفعه للصحفي النزيه اللي باش يعطي في هذه المهنه اللي ما سهلاش بزاف. شكرا. هذا واحد المناسبة اللي كنحرصوا كل سنة على تخليدها، اليوم الوطني للإعلام، ولا لتخليد يوم صدور أول ظهائر الحريات العامة 15 نوفمبر 1958. نكرم فيه ثلة من الصحفيين الذين أسدوا خدمات جليلة وكبيرة للمشهد الإعلامي والمجتمع برمته. نجري فيه أو ننجز فيه حصيلة الأداء المشهد الإعلامي خلال السنة الفارطة، وننظر إلى التحديات المطروحة والرهانات الكبيرة المطروحة على المشهد الإعلامي ومحاولة استقراءها واستنباط ما يمكن استنباطه من دروس وعبار من التجارب الماضية. بالطبع أنا فرحانة أنني نكون حاضرة مع الصحافة المغربية، مع الإعلاميين في هذا الحدث السعيد. وكيف ما تنقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، فطبعا وراء كل فنان عظيم الإعلام والصحافة. وتبارك الله الجمهور اللي كان حاضر كان جمهور غفير، والسردة الزوينة الحمد لله.